سيكون الموكب الأحمر حاضرا في حفل زفاف ولي العهد يوم الخميس الأول من حزيران يونيو المقبل. الموكب الأحمر سيجوب مجموعة من شوارع العاصمة الأردنية عمان، انطلاقا من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب. بدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينه علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية، حيث يتكون من 20 سيارة نوع لاند روفر، و14 سيارة منها تشارك في الموكب، و6 سيارات احتياط ترافقها 10 دراجات نارية. يتألف الموكب الذي يستقله 71 فردا من الحرس الملكي، يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت الخيول لاحقا بدراجات نارية. ويجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلة محددة. ويحيط الموكب الأحمر بسيارة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة. هذا وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل الخطة المرورية التي سترافق مسيرة الموكب الملكي الأحمر احتفالا بزفاف الأمير الحسين. وأكدت المديرية أن الخطة المرورية ستنظم توقيتات الإغلاقات وأماكنها والتحويلات المرورية والطرق البديلة على طول مسار الموكب الملكي، وسيبدأ تنفيذها من الساعة 3 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق الأول من حزيران، ولغاية 7 من مساء ذات اليوم.